في حكمة قالها توفيق الحكيم، واحد من أهم الكتاب في تاريخ مصر، لما كتب مذكراته اللي كان صريح فيها ومتصالح مع نفسه. فكتب في المقدمة: أملي أكبر من جهدي، وجهدي أكبر من موهبتي، وموهبتي سجين الطبع ولكني أقاوم. لخص الحكاية في السطرين دول لما قال أملي أكبر من جهدي، يعني الهدف اللي أنا عايز أوصله بعيد وبيبعد أكتر، والخطوات اللي باخدها لسه قصيرة، لأن كل يوم الدنيا بتتغير أسرع ما أنت تتوقع، والحاجة اللي كانت بجنيه بقت ب10 وب20، فبقى أملي أكبر من جهدي. فلما بحسبها بلاقي الهدف اللي أنا عايز أوصله أكبر من اللي أنا بعمله ومن مقدرتي وجهدي دلوقتي. أعمل إيه؟ قاوم. وجهدي أكبر من موهبتي، يعني اللي أنا بحاول أعمله والسعي اللي بسعاه وجهدي اللي ببذله كل يوم بجيب فيه آخري، وبحاول أخلي مجهودي فوق العادي عشان يقرب المسافات شوية. بس مجهودي ده أكبر من إمكانياتي ومن موهبتي وخبرتي وشخصيتي وذكائي وسني، فجهدي أكبر من موهبتي، فبحاول أعدي بيه عشان يزود موهبتي. هتعمل إيه؟ قاوم. وموهبتي سجينة طبعي، يعني شخصيتي وخبرتي محكومة بالمكان اللي أنا عايش فيه والبيئة اللي أنا فيها والطريقة اللي اتربيت بيها والناس اللي حواليا والظروف المادية اللي بعيش فيها. أعمل إيه؟ قاوم. لما قال في الآخر ولكني أقاوم، ده الحل، والنتيجة في الآخر دي من حكمة ربنا. أكبر مثل على ده اللي شفناه واللي بنشوفه لما مجموعة تدخل معركة مع عدو إمكانياته وقوته أضعاف أضعاف اللي معاه 100 مرة، وقصاد عدو ما عندوش حدود دين أو أخلاق أو إنسانية يقف عندها، فمفيش حاجة بتوقفه، ومش بيلتزم بعهد ولا بوعد، ولا في حد في العالم بيمشي كلمته عليه، فبينفذ كل الجرائم اللي تخطر على باله. في الوضع ده عمل إيه؟ قرر إنه يقاوم.